السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم غادي نشارك معكم الكيكه ديال الحلال المرايا. وبنت اختي بغات دير هاد الكيكه، قلت علاش لي ما نشاركهاش معكم. كتجي زوينه، نتوما تشوفوا المقادير بسيطه والطريقه حتى هي بسيطه. نتمنى تعجبكم وتشوفوا الفيديو وتبارطاجيوه مع الاصدقاء، وما تنساونيش كما كنقول لكم دائما باللايك والاشتراك. بسم الله على بركه الله، نمشيو للمقادير وطريقه التحضير. بركه الله نبداو بالمقادير. الاول ديال الكيكه، عندي هنايا 4 معالق ديال الدقيق ديال الحلويات، معلقه كبيره ديال بودره الكاكاو المور، واحد ياغورت ديال الفاني، 2 بيضات، نص كاس ديال سكر حبيبات، ونص كاس ديال زيت نباتيه، وواحد ساشي ديال خميره الحلوه. غنبداو بالطريقه ان شاء الله. نضيفو البيض هو الاول، السكر، غادي نضيفو نص كاس ديال زيت نباتيه، ونخلطوها حتى هي مزيان مع البيض والسكر. نضيفو ياغورت الفاني، ومعلقه كبيره ديال الكاكاو نور، الدقيق 4 معالق ديال الدقيق كبار، مع ساشي ديال خميره الحلويات. دابا الخليط ديالنا هو وجد. دابا غادي نصبوه في المول اللي سبق لي دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق، وغادي ندير في الفران سبق لي شعلته 180 درجه. غادي نرد الكيكه طيب، وهي كتجي هاد الكيكه كتجي رقيقه ما كتنفخش، باش غتجي فوقها 2 طبقات ان شاء الله. دابا الكيكه ديالنا راه في الفران. دابا نوجدو الطبقه الثانيه. عندنا هنايا 3 ديال ياغورت طبيعي، غنضيفو عليها 6 ديال المعالق حليب بودره، غادي نخلطو هاد الماخد الكريمه مزيان. شفت الكيكه ديالي من الفران. دابا غادي نضيفو عليها الطبقه الثانيه اللي وجدنا ديال الحليب والياغورت. غادي نسرحوها مزيان وندخلوها للفران، وغنشعلو عليها من الفوق. نشعلو عليها غير من الفوق، نطفيو من التحت ونشعلوها من الجهه الفوقانيه، غير ما غتحمر ما والو، غير يتقصح لنا الكريمه غادي نحيدوه ونطلقوه ان شاء الله باش نشوفوا الطبقه الثالثه اللي غادي نحضر معاها. دابا غادي نوجدوا الطبقه الثالثه ديال الفلون اللي المقادير ديالها. عندي هنايا 2 ساشيات ديال الفلون ديال الشكلاط، هذا النوع هذا، وواحد ديال الكراميل، 4 معالق ديال السكر حبيبات، معلقه ديال قهوه سريعه الذوبان، و3 ديال الكيسان ديال الماء. 3 كيسان ديال الماء، كيسان د العنبه، مع السكر حبيبات،
فلو ديال الكراميل. جوج ساشيات فلون ديال الشكلاط. ضروري ما نغلفوهم باش ما يبقاوش ديك الحليبات هكاك باينين. وغادي نردوهم نخلطوهم مزيان ونردوهم على النار حتى يبدا يغلي لنا الخليط، ونخليوه يبرد شويه لما خرجنا الكيكه ديالنا من الفران. ونتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا الطريقه ديال الطبقه الثانيه اللي غنسلحوها فوق هاد الكيكه. خرجناها من الفران بعد ما نشفت لينا ديك الطبقه الثانيه اللي درنا ديال الحليب والياغورت. غتحسي بها غير نشفات من تسخن في يديك صافي خرجيها مده 6 حتى 7 دقائق. وغادي دابا غادي نضيفو الطبقه الثالثه ديال الفلو والقهوه، نخليوها شويه تبرد شويه ونصبوها فوق منها وندخلوها للمجمد مده 2 سوايع حتى 3. ونتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا الشكل النهائي ديال هاد الكيكه ديال حاله المرايا. هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه ديال حاله المرايا. كتجي على الشكل هذا، كتجي رائعه. لا كما كتشوفوا الطبقات كيبانوا واضحين وزوينين. نتمنى تعجبكم وتجربوها، وما تنساونيش من لايك والبارطاج مع الاهل والاصدقاء. ونتمنى ينال اعجابكم هذا الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الى فيديو اخر ووصفه اخرى باذن الله.